كاتب عام نادي الكرة الحديدية بالمرنقية. اليوم إن شاء الله عندنا دورة نادي السجون والإصلاح اللي احتضنتها مدينة المرنقية، معناها باقتراح منا على الجمعية هذيك باش تجيب أحذنا وتقوم بالدورة نتاعها سنوية، واللي هي آخر دورة في البطولة سناء، معناها بطولة 2016. الجمعيات المشاركة جمعيات من رابطة تونس والشمال الكل، بريسك فما 20 جمعية في جميع الأصناف. أسعد الضيف، رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية. الجامعة التونسية للكرة الحديدية من أعرق الجامعات الرياضية في تونس، تكونت من عام 56 باختصاصي الكرة الحديدية الحرة والمقيدة. كانت في إطار زوج جامعات، ثم تم توحيد الجامعتين في سنة 60 في 1960. تطورت الجامعة من جامعة صغيرة الحجم تضم عدة جمعيات. في الوقت الحاضر الجامعة ضم 70 جمعية، 3000 لاعب مجاز و3 رابطات. والمكتب الجامعي تم تجديد انتخابه في الفترة الأخيرة الفترة النيابية 2016-2020، ويضم من أحسن الخبرات الرياضية والإطارات الوطنية اللي قاعدة تخدم في رياضة الكرة الحديدية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والدولي. بالنسبة للجمعيات الكرة الحديدية، جمعية المرنقية تعتبر من الجمعيات الفتية اللي عمرها 4 سنوات تقريبا، واللي فعلا أصبحت من الجمعيات اللي نشيطة اللي تسحق كل تقدير وكل التشجيع. منذ 2 أصبحت جمعية المرنقية زاد كذلك من الجمعيات المستهدفة اللي يقع منحة سنويا، منحة مالية باش تنجم تسير بها النشاط تاعها، تساعدها على النشاط.